خدنا في الفيديوهات اللي فاتت منهجية البحث العلمي وليه أصلا بنعمل بحث علمي وإيه صفات البحث العلمي الناجح. في الفيديو ده بقى هناخد أنواع البحث العلمي بطريقة مبسطة وسريعة جدا. أول نوع معانا البحث الأساسي، ده بحث بنعمله عشان نفهم أكتر نوسع معلوماتنا. يعني مثلا إيه، زي مثلا نقول هو الإنسان بيحلم ليه. هو السؤال ده اصلا ملوش تطبيق مباشر، بس ايه عايزين نفهم اكتر. النوع التاني البحث التطبيقي، هنا بقى اللي بندور على حل فعلا المشكلة، زي مثلا ازاي نخلي دواء اكتر فعالية، ازاي نقلل التوتر عند طلاب الثانوية العامة. النوع التالت البحث الاستكشافي، في بقى فكرة غامضة مش واضحة ببدأ استكشف عنها، ابدأ اخد لفة استكشافية كده. يعني مثلا ليه الناس مش بتروح المستشفى في القرى، انا مش عارف السبب بالظبط، ببدأ استكشف. النوع الرابع البحث الوصفي، البحث الوصفي ده بقى هنا بوصف الواقع زي ما هو بدون تحليل او تغيير. يعني مثلا عايز اوصف كام واحد في المنطقة بيعاني من ضغط الدم. النوع الخامس البحث التفسيري، ده بنحاول نفهم العلاقة بين بقى سبب ونتيجة. يعني مثلا هل قلة النوم بتسبب مثلا تحصيل في الضعف في التحصيل الدراسي. في انواع تانية خاصة زي مثلا لما نتابع ناس لفترة طويلة، او في نوع الكروس سيكشنال او الاكشن ريسيرش، دي لما تحل المشكلة بسرعة وانت شغال يعني في مدرسة في شغل. وزي ما انتوا شفتوا ان كل بحث ليه هدف معين، ولما نعرف النوع البحث اللي هنشتغل عليه هيسهل علينا كتير قوي في الشغل كله. المرة الجاية هنشوف بقى البيانات اللي هنشتغل عليها داخل كل بحث.